معي من الدوحة عبر تطبيق زوم الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء متقاعد أسامة محمد أحمد، ومن الخرطوم عبر تطبيق زوم أيضا الكاتب الصحفي السيد جدو أحمد طلب. خرطوم، مساء الخير عليك. هل قوات الدعم السريع تقف وراء هذه العملية؟ وما الهدف من العملية؟ هل هي كانت بالفعل محاولة لاغتيال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش؟ وهناك مدنيون كانوا في المكان، أسر خريجي الكليات الحربية والجوية والبحرية السودانية. ثم إن كانت قوات الدعم السريع بالفعل وراء هذه العملية. تحية طيبة لك الأستاذ عويس، وتحية لضيوفك الكرام، وتحية للشعب السوداني الذي يستمع إلينا في مثل هذا الوقت. بداية ما حدث في جوبيت يؤكد ما ذكرناه سابقا من الانقسامات التي تضرب المؤسسة العسكرية، مؤسسة القوات المسلحة، وكذلك ما يعيق أي حلول ربما تنقذ الشعب السوداني من الدمار. الذي حدث اليوم يؤكد وضوحا ويؤكد جليا أن الطرف الثالث الذي ظلوا على الدوام يعرقل عمليات السلام هو الذي استهدف القاعدة العسكرية جوبيت، وهذه هي مشاكل عائلية ليست لقوات الدعم السريع علاقة بها. قوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وظلت على الدوام، وظل الناطق الرسمي يعلن عن أي عملية جديدة أو عن أي انتصارات. وما الانتصار الذي حققته في ولاية سنار وتحرير الفرقة سنجا عن ذلك ببعيد. قوات الدعم السريع على الدوام حريصة أولا على حماية الشعب السوداني وسلامة المدنيين في كافة المدن، لكن أن يتحول الحديث سريعا وأن تتحول خيوط الاتهام نحو قوات الدعم السريع هي اسطوانة مشروخة، ولا يمكن. قوات الدعم السريع لم تصل بورسودان، وأنت تعلم أن القاعدة العسكرية جوبيت منطقة ذات جبال مرتفعة، ولا يمكن لقوات الدعم السريع أن تصل. بالتالي على الطرف الثالث الذي يرفض أي مساعي للسلام أن يكف عن استهداف البرهان وعن استهداف كافة الفعاليات التي تضم المدنيين. من تقصد سيد جدو؟ من تقصد بالطرف الثالث؟ إن لم تكن قوات الدعم السريع هي التي نفذت، وأنت الآن تنفي هذا الاتهام عن قوات الدعم السريع وتتهم طرفا ثالثا بذلك. من هو الطرف الثالث؟ الطرف الثالث أخي الكريم هي بلا شك جماعة الإخوان المسلمين الذين يتصدرون المشهد الآن. بالتالي تاريخ القوات المسلحة مليء بالتصفيات ومليء بمثل هذه العمليات منذ تكوين الجيش السوداني. ولك في قادة جماعة الإخوان المسلمين نموذج تمت من قبل عمليات تصفيات كبيرة جدا جدا قبل نشأة قوات الدعم السريع. بالتالي الطرف الثالث الذي يتحدث الآن ويخرج البيانات وكبار المتحدثين باسم الحركة الإسلامية يرفضون مساعي السلام هم من مسؤولون من كل هذه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوداني، والتي الضغوط التي يتعرض لها البرهان. نحن نعلم أن الجيش السوداني الآن حريص كل الحرص على توقيع أي اتفاقية تنقذ ما تبقى من الجيش السوداني، إلا أن الحركة الإسلامية ذات الصوت الزائع هي من تقوم بالمؤامرات، وهي من تنفذ مثل هذه الحوادث، وما حادثة عبر عن ذلك ببعيد. حسب إشارة اللواء أسامة إلى أن هناك تشديد من قبل الحكومة السودانية على تنفيذ ما ورد في اتفاق جدة. البرهان أتى على ذكر ذلك اليوم في جبيت وقال إنه تم الاتفاق على ألا تستحوذ قوات الدعم السريع على أراضٍ جديدة ولم تلتزم بذلك. تم الاتفاق على بنود لم تلتزم بها قوات الدعم السريع. ما رأيك؟
بالعودة إلى حديث ضيفك، أنا لا أدري يعني إن كان كل الخبراء الاستراتيجيين يعني لا يفترقون عن مناوي وعن التوم هجو، فهذه مصيبة يعني. قوات الدعم السريع يعني التزمت تماما. يا سيد جدو، نحن نركز هنا على الأفكار والرؤى، لا نناقش الأشخاص يعني. لم أقل شيئا مسيئا، ولكني فقط يعني استحضرت بما يجي في بعض الخطابات لبعض الخبراء الاستراتيجيين. قوات الدعم السريع التزمت تماما، حتى أن يعني الآليات، ربما هذا تقليل حتى من أن شأن اللجنة الآخرين المشتركة. سيد جدو، يعني أعذرني دعني على دعني ذلك دعني يعني. أكمل دعني أكمل فكرتي لو سمحت. اللجنة المشتركة تفضل. 5 زائد، اللجنة المشتركة 5+5 التي دفعت بها الوساطة، والتي جاءت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وقفت بنفسها على المؤسسات، ووقفت على المستشفيات، وعلى مواقع المياه ومواقع الكهرباء، وحتى الأحياء السكنية، ورفعت تقريرها في يونيو الماضي، في 10 من يونيو الماضي للوساطة. برأت تماما قوات الدعم السريع. بالتالي يعني الاسطوانة التي يتمسك بها البرهان وتتمسك بها جماعة الإخوان المسلمين ويستنجد بها في حديثهم الخبراء الاستراتيجيين يعني لن تجدي نفعا. الواقع يقول غير ذلك. على البرهان وعلى كافة الميليشيات التي تقاتل إلى جانبه وإلى الحركة الإسلامية، إن كانت تريد خيرا للبلاد، وإن كانت تريد يعني حفظ ماء وجه ما تبقى من الجيش السوداني، عليها أن تذهب إلى جنيف وتجلس مع قوات الدعم السريع بوصفها القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع بوصفها طرفا ثانيا. لكن أن تدفع الحركة الإسلامية بممثلين لها باسم الحكومة السودانية، لا يمكن بأي حال من الأحوال الجلوس معهم، لأننا لا نعترف بوجود حكومة في السودان على الإطلاق. نعترف فقط هناك جيش وهو طرف في النزاع ونحن طرف آخر. لكن أن يأتي ممثلي الحركة الإسلامية